المبارك في ظل أجواء الرمضان الزاخرة بنفحات الإيمان ونسائم السكينة، في إطار هذه الندوة المتميزة بالرقي، رقي الموضوع ورقي الحضور، والتي يوطنها الذراع النسائي لحزب الحركة الشعبية منظمة النساء الحركيات حول موضوع حضور المرأة في بناء النموذج المغربي للتصوف، بمشاركة عالمات وعلماء أجلاء من ذوي الاختصاص الذين راكموا رصيدا كبيرا في البحث والتمحيص والتعليق في مسألة التصوف بكل أبعادها الروحية والثقافية والاجتماعية والسياسية. لذلك فإن الصوفية اليوم في المغرب كمظهر من مظاهر الإسلام المعتدل لا تزال مطالبة بالاطلاع بدورها في معالجة العديد من الإشكاليات المجتمعية الراهنة. أن مجالات التنشئة السياسية وتأطير المواطنين التي تعتبر من المهام الأساسية للأحزاب السياسية يجب أن تشمل مختلف مناحي الحياة المجتمع، وضمنها أسئلة الهوية الدينية والروحية للمغاربة. والاعتبار الثالث أنه رغم حضور المرأة في بناء النموذج المغربي للتصوف وإسهامها المتميز في بناء الهوية الدينية والروحية للمغاربة، ارتأينا في منظمة النساء في شهر رمضان المعظم أن ننظم مائدة مستديرة حول موضوع حضور المرأة في بناء النموذج المغربي للتصوف، التي تتميز اليوم بمشاركة نخبة من العلماء والأستاذات والأساتذة الأجلاء الذين يمثلون مختلف المؤسسات العلمية الدينية ببلادنا، بدءا بالمجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية للعلماء، ثم أساتذة باحثين في مجالات الأنثروبولوجيا والتاريخ وعلم الاجتماع. وهي مناسبة لكي نستحضر إسهامات المرأة في بناء النموذج المغربي للتصوف، والتي لعبت فيه المرأة دورا كبيرا فكرا وممارسة وعقيدة وسلوكا وعمرانا أيضا، والذي لا زالت له امتدادات اليوم في المجتمع من خلال عدد من المواسم التي يتم إحياؤها في الزوايا، والتي تعتبر امتدادا لهذه الممارسة. والهدف من هذا اللقاء هو أن تساهم منظمة النساء بإضاءة هذه الإسهامات، وأملي أن نصل ذات يوم إلى إصدار معلمة لنساء المغرب المتصوفات للتعريف بهذا النموذج الذي يشكل كما تعرفون نموذجا أيضا لإفريقيا، لأنه يرتكز على الإسلام السمحي المعتدل. حزب الحركة الشعبية عن طريق المنظمة النسائية كينظم هذه الندوة ديال حضور المرأة في بناء النموذج التصوف السني بالمغرب. شنو بغينا من هذه الندوة هذه؟ نبينوا أن المرأة، أن التصوف في المغرب ما اقتصرش غير على الرجل الولي الصالح العالم التقي، بل أيضا هناك المرأة المغربية المتصوفة أيضا اللي ساهمت بشكل كبير في بناء النموذج التصوف تربية ومنهجا وسلوكا، كعالمات كفقيهات كوليات صالحات. وهذا هو الدور اللي يحسب المنظمة ديال النساء الحركيات في الإبراز ديالو للنقاش العمومي والإعلام العمومي. خصو يسلط الضوء على المرأة العالمة والمرأة الولية، وما يبقاش الضوء دائما مسلط على الرجل. عندما نتحدث عن المرأة المغربية الصوفية نتحدث عن المرأة التي جعلت بصمتها في تاريخ التصوف النسائي بامتياز، ليس تعليما، ليس زهدا، وليس انزواء، وليس عزلة، وإنما بإيجابية وبانخراط في المجتمع وفي مشاكل المجتمع. فكانت الواعظة، وكانت المرشدة، وكانت الفقيهة، وكانت المعلمة، وكانت التي تبني تساهم في الوقف، والتي تساهم في بناء المدارس وفي تسيير المدارس وفي بناء المساجد. هذه الميزة التي تميز المرأة المغربية، أن المرأة المغربية الصوفية ميزتها أنها مرأة فاعلة داخل المجتمع، هي الأم وهي الأخت، وهي التي تربي، وهي التي تعلم، وهي التي تثقف النساء، وهي التي تدعو إلى الخير. يعني كل هذه الأمور، فهي جمعت كل هذه الالتزامات، الاهتمامات، هي مصبة فيها إلى الجانب الآخر التعبدي السلوكي، التقرب الذي فيه تقرب إلى الله. المرأة المغربية لم تجعل من التصوف تصوف رهبنة وانعزال، وإنما جعلت منه تصوفا عمليا، مثلما
أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجد رجلا يتعبد وأخوه يأتي، فقال هذا ماذا فقد يتعبد في المسجد؟ قال ومن يعوله؟ قال أخوه. فقال لهم أخوه أعبد منه. إذن العبادة هي عمل، هي عبادة وعمل وفاعلية وإيجابية في المجتمع.